باختصار أنا ماني مطول عليكم. مشهدنا الرياضي ووضع الأندية فيه، ما عندنا إلا نادي واحد. تزعل ترضى على شأنك، لكن حقيقة هذه لا يمكن أن يحجب أو تحجب شمسها بغربال المتربصين. أنا اليوم يمكن احنا نتكلم في الفترة الماضية يمكن 99.9 فاصل، يعني نتكلم وفي فمنا ماء، حكم انه يقول لك المشهد الرياضي ان هذه الرؤية هذه ما حد يختلف عليها ولا حد يساوم، ما حد يساومنا عليها وطنية واحنا مع المشروع. لا، اذا انت بتتكلم عن الوطنية فانت المفترض تحرص على انه نكون حنا يد واحدة ولا تقسمنا. هذا اللي المفترض انك تتكلم عنه. المشهد الرياضي حقيقة متعصب جدا، وجالس حقيقة يطرح محتوى يقسم المجتمع. أتكلم عن المجتمع الرياضي، مش حلو أبدا. ومن هذا المنطلق أنا بتكلم. الأسباب أنه أصبحت اليوم أو أصبح الرأي أصبح للمشجع وللإعلام بغياب تام كل مسؤولي الأندية باستثناء مسؤولين نادي الهلال موجودين في المشهد، يقودون النادي، يحققون متطلباته، يلعبون متى ما يبون، يعتذرون متى ما يبون. أي شيء في خدمة النادي راحوا جابوه، أي شيء في ضرر على النادي خلوه، والباقين موجودين لكن على المدرج يتفرجون، لا يهشون ولا ينشون. رؤساء صوريين مع احترامي لهم كأشخاص، لكن كمسؤولين لا، أنا أقول أنهم فعلا نقاط سوداء موجودة على الكراسي البيضاء في أنديتهم. مرة من الآخر، وحيد اللي ينومس ورجال مطلق قال أنا أبغى حقوقي كرئيس أخدم نادي من خلالها أكون موجود في المشهد، قالوا لا. أنا ما سمعته قال إنهم أعطوني، لا، لكنه اعتذر عن الرئاسة، والاعتذار أنا أعتقد إنه جواب شافي وكافي، وأكد معدن هذا الرجل وقدرته الإدارية العالية اللي كان بالإمكان أن تخدم نادي النصر، اللي هو الأستاذ إبراهيم المهيدي. والله إني ما أعرفه إلا يوم قدم على رئاسة النادي، ولا بينه وبين أي تواصل ولا اتصال، ولكن والله إني لو لابس عقالني رفعته تقدير للرجال اللي يغار على قيمته ومكانته واسمه وحبه وشغفه في إنه يملأ المكان هذا ويقدم عمل. هذا اللي كان، هذا السبب اللي بيخليني أرفع عقالي له. عدا ذلك أنا ما أشوف بس ابن نافل والهلال. هذا مشهد. الهلال يبغى يلعب لعب، يبي يعتذر ما يلعب، بيضره بيسوي له مشاكل ما يلعب، يبي لاعب يجيب 2 3 يجيب لاعب و2 و3 3 أظهرة يمكن في موسم ونص. كم قيمتهم المالية؟ أعرف اللاعب السعودي لو متعب الحربي 125 مليون. الله يرزقهم إن شاء الله مليارات وبليونات. أنا أتكلم عن المشهد اللي جالس يحصل. أندية النصر اليوم، يعني يا أخي المتابع والمشاهد لهالمقطع، يعني تخيل النصر لا مدرب ولا إدارة، ويتعاقدون مع مدرب ويتعاقدون مع من هم اللي يتعاقدون ذولي؟ وش اللي يحصل في النصر؟ أقسم بالله يا معيب، عيب عيب عيب. هذا مو بنادي عادي، هذا نادي كبير.